تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الجزائري صدمة قوية بفقدان خدمات اللاعب وسيم قادري المحترف في نادي إسبانيول. ونشر معلق قنوات التلفزيون الجزائري محمد جمال خبرا مفاده اختيار وسيم قادري تمثيل منتخب إسبانيا بسبب تجاهله من قبل الأطقم الفنية للمنتخبات الوطنية. وكان اللاعب قادري قد أبعد سابقا عن صفوف المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 18 سنة بقرار من المدرب الوطني السابق مراد سلاطني. وانتظر اللاعب الشاب استدعاء من الطاقم الفني للمنتخب الوطني الأولمبي الذي يشرف عليه المدرب ولد علي، لكن دون جدوى قبل أن يتخذ قرارا بمواصلة تمثيل المنتخبات الشبانية الإسبانية فقط. وتسارعت الأحداث في بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث قررت هيئة الفاف فتح تحقيق حول أسباب استبعاد وسيم قادري مدافع إسبانيول عن صفوف المنتخب الجزائري لأقل من 18 سنة. وتخرج قادري من مدرسة شبان نادي إسبانيول الذي قام مؤخرا بتمديد عقده حتى عام 2026. وينشط قادري في مركز محور الدفاع ويمتاز بقوته البدنية التي جعلت منه لاعبا مهما في جميع فرق الشباب للنادي الكتالوني. ويلقب قادري في إسبانيا بالسيمو، حيث بات مرشحا لأن يصبح لاعبا مهما مع الفريق الأول لإسبانيول خلال السنوات القليلة القادمة.